السلام عليكم متابعي ومتابعات قصص واقعية بالدارجة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. القصة ديال اليوم هي قصة ديال واحد السيدة كبيرة في العمر. كانت هاد السيدة هادي هي اللي مسيطرة في الدار. كتعرفوا العيالات الكبار، دوك اللي عندهم ديك العقلية ديال زمان، باقي شادين ديك العقلية ديال زمان. كتكون هي السلطوية في الدار، أم نرجسية متسلطة، الداخلة على يديها والخارجة على يديها. المهم هي اللي متحكمة في الدار، وراجلها راجل يعني ظريف طيب ولد الناس غير سكوتي، لأن المرأة يعني هي كل شي في الدار، هي اللي مسيطرة. هاد المرأة هادي عندها ولد وجوج بنات. الولد هو الكبير، وعندها بنت صغار منه، ما تتقرا ما والو، يعني كبيرة في اللاج وما تزوجتش، وعندها أختها صغر منها قارية شوية. المهم كتقرا في المدرسة. السيدة كبر ولدها، بغات تزوجو. قالت لي أنا نهبط للبلاد نمشي نشوف لك شي بنت. نتوما كتعرفوا دوك العيالات اللي تيكونوا متسلطات بحال هكا، يعني الهضرة هضرتها والكلام كلامها، يعني هي اللي غادي تمشي تزوجو على يديها. مشات شافت ليه البنت من البلاد، اتفقوا على كلشي. المهم تزوجات البنت بالولد، جابتها ليه للدار، بقات معاهم. المهم المرأة هي كلشي، الكل في الكل. الهضرة اللي قالتها هي اللي تكون، ما قالتش هي الهضرة ما تكونش. الولد داكشي اللي قالت امو هو اللي كيدير، اللي ما قالتهاش امو ما كدارش. السيدة بقات معاهم واحد المدة. قالوا ليها خصكي تولدي. المهم بقات معاهم مدة ما ولداتش. قالت ليه شوف، هاد السيدة ما كتولدش، صافي هادي عاقرة، خصك تطلقها ونجوجك وحدة أخرى. قال لها صافي أمي اللي درتيها هي اللي كاينة، طلقوا هاديك. ردوها لدارهم. مشات عاوتاني هبطت للبلاد تجيب ليه وحدة أخرى تتولد. جابت ليه وحدة أخرى تزوج بها، ولدت ليه العام الأول بنية. بقى معاها والمشاكل في الدار. الزيت كيتعطى بالقانون، صوارتها هي في الجهة دايرة الساروت لبيت الخزين، دايرة الساروت للثلاجة، دايرة الساروت لأي حاجة ماريو. مهم هي اللي كتعطي بالقانون وكتاخد بالقانون. المهم عطاتو، جوجات، ولدت معاهم البنية الأولى. داز العام ولدت البنية الثانية. ايوا ملي ولدت ليهم البنية الثانية، ناضوا مع صباط. هادي كتولد هي البنات، ما عندنا ما نديرو بها، بقاو عليها بالمشاكل. انتي كتولدي غير البنات، حنا بغينا الولد اللي يهز سميت باه. وهادي المهم بقاو عليها بالمشاكل والصداع كل نهار، وهي مسكينه حاضره راسها وجالسه وصابره على المشاكل. المهم نتوما كتعرفوا دوك العكيزات اللي تتحكم في الراجل، الولد وفي مرتو وفي عائلة مرتو. المهم السيدة كلمتها كلام والشوار شوارها والكلام كلامها. قالت ليه شوف وليدي، هادي تتولدي البنات، بغيت نمشي للبلاد ونشوف لك اللي كتولد الولد. بحال زعما الا نزلت للبلاد راه غتلقى اللي كتولد الولد مكتوبة في جبيتها راه كتولد الولد. المهم مشات للبلاد عندهم، جابت ليه وحده اخرى. هادي اللي جابت قارية واعية، مشات قرات شوية في المدرسة، ولكن ما كتخليهمش يتحكموا فيها كيف ما الاولى. المهم جابوها سكنوها مع الاولى، مولات البنيات. بقات معاهم وولدات ليه الولد. مني ولدات ليه الولد وهو يحزر وهو يدير الخاطر وهو يراري وهو يدير. ما عليناش، بقاو مدة. السيدة منين تتشوف ولدها داير الخاطر لمرتو التانية اللي عندها الوالد، وداير ليها الخاطر ويخرجها ويجيب ليها وهادي. قالت هادي بغات تدي ليا ولدي، هادي ماشي بحال الاولى، هادي بت 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 بدي ليا بلاصتي.
ما عليناش، بقات هي وياه في المشاكل، كيجبدوا معاها المشاكل هي وبنتها الكبيرة، كيجبدوا معاها المشاكل الصداع وهادي. واحد النهار جا لقاهم مدابزين، جا من الخدمة لقاهم مدابزين، قال لهم مالكم مالكم، بقى دار دوك التحريات ديالو ديال والو. قال لها انت اللي غلطتي في حق امي. شدها عطاها دكات العصا، هو يضرب وامو تضرب واختو تضرب. المهم دكوها دكا ديال العصا، ومشات خرجت تجري بصندالة في رجليها وصندالة حفيانة، خرجت تجري من الدار. مشات عند واحد السيدة كتعرفها حداهم تما، مشات غضبات عندها، قالت لها والو ديني الكوميسارية، راه ضربني وتعدى عليا هو وامو، وخليت ولدها عنده 8 شهور باقي صغير. قالت لها خليت ولدي وخرجت، راه تعدى عليا هو وامو واختو ضربوني وتكرفسوا عليا، انت شوفي اش داروا ليا لوجهي. قالت لها زيدي، دات على الكوميسارية، داروا معها الإجراءات اللازمة، تصورات، دارت شهادة طبية. المهم دارت لهم استدعاء، دارت لهم دعوة. الناس وصلتهم الدعوة، قالت ليه اختو ومالنا حنا ما نديروش شهادة طبية حتى حنايا، انا عندي واحد صاحبتي في رملية راه دير ليا شهادة طبية انا وامي وصافي، حتى حنا نديرو ليها دعوة على حنايا مالنا، ما شنو الكوميسارية تخلعنا ما تخلعناش. صافي هي هاديك مشاو هما الصباح، ناضوا لبسوا جليباتهم ومشاو عند صاحبتهم الفرملية يديروا دعوة. وهنا فين توقع الواقعة، جات البنت الصغيرة اللي قلت لكم راه باقي تقرا في المدرسة، مشات تفيق الوليد اللي عنده 8 شهور، حيت مو ما داتوش، قلت لكم ما داتوش وبقى عندهم. مشات تفيقو، تلقى الوليد كشاكشو خارجين من فمو، السيد زرق ميت. بقات كتغوت تتغوت، نزلات الدرة الاولانيه اللي كانت عندها البنيات، نزلت تجري من الفوق، قالت لها اش كاين اش ما كاين. قالت لها الولد ميت وكشاكشو خارجين. قالت لها انا ما نزلت عنده، ما شفتو ما قربت ليه. قالت لها واش الولد يلاه عنده 8 شهور وانا في المدرسه وامي واختي ما كاينينش وباه ما كاينش وما نزلتيش تطلي عليه تشوفي مالو وعلاش ما ناضش. قالت لها انا ما سمعتش حسو ناض، قلت راه باقي ناعس، ما ديتهاش فيه، بقيت انا مع بناتي الفوق. صافي هي هذيك مشات عيطت لامها، عيطت لباه، عيطوا للناس، صافي عيطوا للبوليس، جاو البوليس. فإذا بهم من يدخلوا داروا التحريات ديالهم والإجراءات ديالهم، تيشموا واحد الريحة عاطية، هي الريحة ديال مبيد الحشرات عاطية. عراو الوليد لحمو، تيلقاوه كله تقابي وفيه ريحة مبيد الحشرات. قلبوا ديك البيت، لقاو قرعة فيها مبيد الحشرات وطبيسيل صغير فيه الريحة ديال مبيد الحشرات، و برا ديك السرنج اللي كيهزو بها الدواء حتى هي فيها ريحة ديال مبيد الحشرات. مشاو داو الوليد للتشريح. الطبيب ديال التشريح قال لهم بان شي حد تيشد البرا ديال السرنج ديال الدواء، كيجروا بها داك السرنج وكيدخلوه في اللحم ديال الوليد كيعطيوه داك مبيد الحشرات. المهم كله متقب بديك السرنج، كله متقب داك الوليد مسكين. جات مو تتغوت، قالت لهم والو، باه اللي قتلو، باه ضربني وجداه ضرباتني، عمتو ضرباتني، باه اللي قتلو، هما اللي بغاو يتهناو منه، هما اللي هادي. المهم داوهم كاملين، داروا معاهم تحقيقات. ملي داروا معاهم التحقيقات كلشي، المهم بصمات، خداو البصمات وخداو كلشي. البصمات متابقين للزوجة الأولى، مولات البنية، هي اللي مشات شدت داك الوليد
ملي ما كان حتى واحد في الدار. باه مشى للخدمة، جداه وعمتو مشاو يديروا شهادة طبية، عمتو الصغيرة مشات للمدرسة، إذا الدار خاوية. هبطات هي شدات داك السورانق، بقات كتعمرو بمبيد الحشرات وكتخشي ليه في لحمو، كتعمرو بمبيد الحشرات وكتخشي ليه في لحمو، كاع تقبات الولد. دارت جريمة مجانية، جريمة اللي ساهلة دغيا عرفوا شكون الفاعل أو المجرم. ورمات حتى المعالم الجريمة ما جمعاتها، كلشي رمات داكشي هي تما في البيت وخلاتو. ما عليناش، اعتقلوها، تشدات في الحبس مؤبد. راجلها تحكم ب3 شهور على الضرب اللي ضرب مرتو الثانية، داك الضرب اللي ضربها. ايوا هادشي اللي كاين. عائلة تشتتات كلها. الام العقيصة الكبيرة الشارفة اللي دارت هاد المشاكل كاملين لولدها، وبقات عليه جوج طلق جوج طلق، وهي اللي محكمة فيه، وهي اللي تتقول ليه دير هادي وما ديرش هادي. بقات مقابلة الوليد هي وعمتو حتى توفاها الله، بقات مقابلة البنيات، ما الوليد مات. بقات مقابلة البنيات الصغار اللي خلاتهم امهم ودخلت للحبس. ماتت عمتو هي اللي بقات مقابلاهم. باهم دوز 3 شهور الحبس وخرج. الاخرى راه باقا في المؤبد، باقا في الحبس. ايوا شكون الضحية في هادشي كامل؟ هو داك الوليد مسكين اللي توفى. امه اللي بقات الضحية حتى هي، ما حياتها ضاعت، ولدها مات. ما يعني المعاناة اللي دوزو ماشي سهلة. هادشي باش كنقولو يعني لا واحد الانسان قادر على نفسه وقادر مكون نفسه عاد يتزوج، عنده دويرتو، عنده طانوبيلتو، عنده محالو، عاد يتزوج ويمشي يستقر بوحدو هو ومراتو، يشرقو ولا يغربو، ما تدخل فيه لا مو ولا باه ولا اختو ولا حتى شي حاجه. هو خصو يكون موقد، خصو يكون راجل بمعنى الكلمه. بالنسبه لي حتى هو مسكين ما فحالوش، والسيده اللي بغاها باغيه تصبر معاه في دارهم وباغيه تسكن معاه في دارهم، امو دخل سوق راسها، جاب ليها راجلها كسيوه تفرح بها، تفرح ليها حتى هي بحال بنتها. خرجها تفرح ليها بحال بنتها، ماشي بنتها يخرجها راجلها ويدورها ويساريها. مرضات تبقى فيها، تمشي تعاونها. وبنت الناس لا، عروستها لا، مرت ولدها لا، ما دير ليهاش، ما تفعل ليهاش، ما تترك ليهاش. بحال بنتك، بحال بنات الناس، بحال اعتبري هذيك مرت ولدك، راه خلات عائلتها حتى هي، راه خلات امها وخلات باها وخلات خوتها، خلات الاسره فاش عاشت، وجات تعيش معاك انتي وتعيش مع ولدك وتكون بيه وتكون سند ليه وتولد ليه الوليدات. يعني حتى هي ديريها في بلاصه، في مقام بنتك، وتكون في مقام ولدك اللي هو راجلها. يعني بحال راه كاينين شي عقيصات، راه الله يحضر السلامه فيهم، والله يسمح لنا من حق الوالدين، الله يسمح لنا من حق الوالدين. هنا كتنتهي القصه ديالنا، وتصبحوا على الف خير.